المشاهدون الأكارم، سعدتم مساء أينما كنتم بكل خير. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. معكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. وصل فخامة الرئيس أفورقي صباح اليوم إلى مطار بولي الدولي في زيارة عمل تستغرق يومين، وكان في استقباله بالمطار رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد. وبحث الرئيس السياسي والدكتور أبي أحمد التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية. وتفقد فخامته رفقة رئيس وزراء إثيوبيا والمسؤولين الإثيوبيين الآخرين مواقع في ضواحي أديس أبابا. ونظمت رئيسة إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية السيدة سهلة ورق الزودي مأدبة غداء على شرف الرئيس إسياس أفورقي والوفد المرافق له. حضر مأدبة الغزاء رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد ورئيس إقليم أوروميا السيد شيماليس أبديسا ورئيس وزراء إثيوبيا السابق السيد هايلة مريم دسالين. وكان فخامة الرئيس إسياس أفورقي قد توجه إلى إثيوبيا في الساعة 8 من صباح اليوم الأحد 3 من مايو في زيارة عمل تستغرق يوما. وسيبحث فخامته في زيارة مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية الدكتور آبي أحمد العلاقات الثنائية والتصدي لجائحة فيروس كورونا وغزو الجراد، وكذلك القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. رافق فخامة الرئيس إسياس أفورقي في زيارته كل من معالي وزير الخارجية عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني جبرو آبي. أعلنت وزارة الصحة استمرار تبرعات الإريتريين في الداخل والمهجر لتنمية صندوق تصدي جائحة كورونا. وبموجب التقرير اليومي للوزارة، تبرعت مؤسسة همبول للخدمات المالية بمليون نقفة، وعمال شركة البيرة بأسمر 555 ألف نقفة من راتبهم الشهري، والجمعية الوطنية لمعاقي الحرب باسم عمالها 200 ألف نقفة إضافة إلى المتبرع به مسبقا باسم الجمعية. وصياد الأسماك في إقليم شمال البحر الأحمر 110 ألف نقفة، وإدارة مديرية الدبار 185 ألف و108 نقفة، ومؤسسة الكفاءات الإريترية 54 ألف و176 نقفة، وجمعية المخلصين 50 ألف نقفة. كما تبرعت إدارة دبرو 8000 نقفة، وضاحية أوغارو 10,000 نقفة، وبوكو 5000 نقفة، وأغومو 10,000 نقفة، وقرنفيط 27,550 نقفة، وحسن دوبا 10,000 نقفة، وماي شيغلي 10,500 نقفة، ولا سيما أنتوري 10,500 نقفة، وبيلنيو 10,000 نقفة، ومفلاج 10,000 نقفة، وعرقوب 4,000 نقفة، وعدي بقدي 5,000 نقفة، وعدي صصر 10,000 نقفة، وششبيت 5,000 نقفة، وبرار 2,000 نقفة، وعدي هاكين 5,000 نقفة، وماي قوقة 5,000 نقفة، وشلالو 10,000 نقفة، وبلدة تخنبية 50,000 نقفة، وضاحية سيدنا حامد الشيكاي 5,000 نقفة. كما تبرع كاسة توتال 20,000 نقفة، وجمعية دنب سنبل 20,000 نقفة، ومصنع أسمرة للبسكويت 15,000 نقفة، وداوية كرافل للأثاثيات المنزلية
المحتاجة 12,000 نفر، وجمعية المخابز في مدينة بارنتو 10,000 نفر و500، وباسم جمعية الدفعة الأولى التعاونية 10,000 نفر، ومركز فنقل الترفيهي 10,000 نغفة، وجمعية طواحين السوق 6,600 نغفة، ومخبز لبكة 5,000 نغفة، ومؤسسة سطور للألبان 5,000 نغفة، ومؤسسة قرقسم 5,000 نغفة، ولا سيما شويت كحساء لتوزيع البيرة 5,000 نغفة. وتبرعت مؤسسة عبد القادر لأعمال الملح 2,000 نغفة، وجمارك إقليم شمال البحر الأحمر 2,366 نغفة، وبقالة نازريت 2,000 نغفة، ومدرسة الدهلك لقيادة السيارات 1,000 نغفة، وعدد من المواطنين على مستوى الأفراد والأسر أكثر من 100,000 نغفة. من جهة ثانية تبرع الإرثيون المقيمون في باريس وضواحيها ومدن نانت ورين وأنج وأرليون وديزن وليون وضواحي فالنسا وأعضاء سفارة الإرث في فرنسا 35,724 يورو. وألغت 5 أسر في العاصمة أسمرة مناطق ماي تمناي وفيلاجو براديزو ودار قاولوس، وكذلك المستأجرين في منازلهم إلى برعيد إيجار شهرين. وأفادت المعلومات الواردة من السفارة الإريترية بأن السيد كيدان هابتوم سلم حظيرته في مدينة تساني لوزارة الصحة حتى تنتهي أزمة فيروس كورونا من البلاد. تبرع سكان مناطق الإكسبو وميعيني وقحوطة في مديرية غودايف وكذلك التجار في تلك المناطق بأكثر من 168 ألف نغفة، وصرفت لإصلاح مواد تموينية لشهرين ل305 مواطن. كما ساهم أعضاء وزارة الدفاع فرع قحوطة ب24 كنتال من الذرة والعدس والسكر، ومواطن بمنطقة قحوطة 12 كنتال من الذرة، وتم توزيعها ل50 من الأسر المحتاجة في قحوطة. كما قدم أعضاء الشؤون التحقيقية في عد أبيتو 16 كنتال من الذرة، ووزع ل80 من المحتاجين في ضاحية معين. في غضون ذلك ألغى 40 مؤجرين في المناطق المذكورة إيجار 80 مستأجرا لمنازلهم من شهر وحتى يزول المرض من إريتريا. وسمح لسعة أسر كانت معفية عن دفع الإيجار السير على ذات النهج. كما ألغت أسرة مقيمة في روما الإيطالية إلغاء إيجار أسر مستأجرة لمنزلها في قحوطة لفترة 3 أشهر. وألغت أسر تقيم في ألمانيا تحفظت عن ذكر اسمها إيجار 9 أسر مستأجرة لمنازلها في ترافلو وسمبل ودباروا لفترة شهرين. شهد إقليم جنوب البحر الأحمر تقديم مساعدات عينية للأسر المحتاجة التي لازمت المنزل تطبيقا للتعليمات الصادرة للحد والوقاية من وباء كورونا. واشتملت المساعدات العينية التي قدمها أعضاء القيادة الشرقية والمواطنين على المواد الغذائية والنظافة. وبموجب ذلك قدمت الفرق العسكرية في الجبهة الشرقية والقوات البحرية وهيئة التموين والمخابرات العسكرية ومستشفى دحتم العسكري 134 كنتال من الدقيق والسكر و30 كنتال من العدس، وأكثر من 800 لتر من الزيوت وغيرها من المواد الاستهلاكية. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية توزيع مواد استهلاكية وخاصة بالنظافة قدمها التجار في مدينة عصبة تقدر ب100,000 نغفة لحوالي 1,000 محتاج في كافة مديريات الإقليم. من جهة ثانية ألغت أسرة المتوفي جوجان باشا يوهانس في مديرية 4 أسمرة بالعاصمة أسمرة إيجار 5 مستأجرين لمنزلها في العاصمة أسمرة لفترة شهرين. كذلك قام بنفس العمل السيد جبر مدهن تسفى مريم المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية للأسرة المستأجرة منزله في مايتمناي حتى يتم احتواء الجائحة في البلاد بصورة شاملة. مشاهدينا الكرام، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أظهرت بيانات طلعت عليها رويترز أن حركة طالبان شنت أكثر من 4500 هجوم في أفغانستان في تصعيد شديد العنف خلال فترة 45 يوما منذ أن وقعت اتفاقا مع واشنطن يمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية. وتوضح مجموعتان من البيانات، إحداهما من مصدر عسكري غربي والأخرى من هيئة مستقلة، زيادة في الهجمات بنسبة تزيد عن 70% خلال الفترة من بداية مارس حتى 15 من أبريل مقارنة بنظيرتها من العام الماضي. على صعيد آخر، تشير بيانات الحكومة الأفغانية إلى أن أكثر من 900 من أفراد القوات المحلية والوطنية الأفغانية قتلوا خلال نفس المدة، ارتفاعا من 520 في الفترة نفسها من العام الماضي. ويقول مسؤولون غربيون وأفغان ومستقلون كبار يتابعون الموقف على الأرض في البلد الذي دمرته الحرب أن زيادة الهجمات تظهر عدم احترام الجماعة بشكل متعمد للتعهد الخاص بخفض العنف المنصوص عليه في الاتفاق الموقع في أواخر فبراير. أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حظرا فوريا للأسلحة الهجومية بعد أقل من أسبوعين على أسوأ عملية إطلاق نار شهدتها كندا وأودت بحياة 22 شخصا الشهر الماضي. وقال ترودو في مؤتمره الصحفي اليومي أن حكومته وافقت على مرسوم يحظر بيع وشراء واستخدام ونقل واستيراد 1500 طراز من الأسلحة الهجومية العسكرية. يأتي هذا الإعلان بعد 12 يوما على إقدام رجل مسلح على قتل 22 شخصا خلال إطلاق نار عشوائي في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا في أسوأ عملية من نوعها تشهدها البلاد منذ عقود. واستخدم منفذ العملية أسلحة عدة وصفت الشرطة واحدا منها على الأقل بأنه سلاح هجومي، وقد تم حتى الآن حظره. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.